لا زال موقفكم ثابت بحول أن العمليات البرية لا تزال محتاجة إلى أو مرحلة أخرى ستأتي وفق الخطة. هذا دائما ما تكررونه في الإيجاز. ما الشيء أو ما الأمر الذي يدفعكم بشكل مباشر للقيام بعمليات برية إذا ما حدث أو في مسرح العمليات؟ قد يكون أن يأتي موعده، أن تأتي موعدها في الخطة. لا ما الذي سيحدث في مسرح العمليات في اليمن مثلا أو خارج المسرح الذي سيعجل في دعني أوجز لك أخي الكريم. ماذا نعني بخطة عمليات مشتركة؟ خطة العمليات تتكون من مراحل متسلسلة، كل مرحلة تحقق أهداف ثم تنتهي بمؤشرات تشير لبدء المرحلة الثانية، وهكذا إلى أن تنتهي العملية. تبدأ من انتشار القوات إلى عودة القوات إلى مواقع تأسكرها. هذا هو الخطة العسكرية بشكل عام. المعروف أنه أي حملة عسكرية تبدأ بحملة جوية، والأهداف واضحة كما أعلناها، أنه تحييد الدفاعات الجوية الأرضية، منع العدو من استخدام قواته الجوية وإلى آخره، والتحكم في المجال الجوي، ثم العمل على تقليص قدرات العدو واستجابته للعمليات التي تتم. متى ما انتهت هذه المرحلة وحققت أهدافها وأصبح هناك حاجة لبدء المرحلة الثانية، ومؤشرات موجودة والدلائل والمؤشرات لم تأتي حتى الآن. لا نزال نعمل في الحملة الجوية. الحملة الجوية الجميع يستعجل الموضوع أنها 3 أسابيع. أنا أذكر الجميع بأنه خلال حملة تحرير الكويت الحملة الجوية استمرت قرابة 6 أشهر، ثم العملية البرية كانت 100 ساعة. فهناك عمل وهناك أهداف. اليوم في خلال الإيجاز اليومي أظهرنا أنه لا يزال هذه الميليشيات تحرك الطائرات، وقد في يوم من الأيام يكون فيه عمل. صحيح أنه في سيطرة جوية مطلقة على الأجواء، ولكن يجب أن نكون متأكدين 100% أن المرحلة القادمة اللاحقة للمرحلة التي نحن فيها الآن قد هيئ لها الظروف المناسبة حتى يتم تنفيذها. لا أعتقد أنه العاصفة الصحراء كان يمكن القصف الجوي 40 يوم، أعتقد ليس 6 شهور لفترة فترة الاحتلال كلها. ولكن الجميع يعرف أنه عندما نتحدث عن عمل قد يجهل الجميع أنه في قبل ما تبدأ العمليات كان في قوات تعمل في الأراضي العراقية. عميد أسير، الآن حجم القوات البرية نفسه، هل تحتاجون إلى عشرات الآلاف مثلا بالآلاف حتى يأتي التدخل البري؟ ليس الحجم والعدد هو المعيار. المعيار ما هي الأهداف وكيفية الطريقة لتحقيق هذه الأهداف، وبالتالي حجم القوة يجب أن يستجيب إلى المهمة المحددة لها. متى ما حددت مهمة القوات البرية وأصبحت المرحلة حاسمة، أؤكد للجميع أنه سيكون هناك العدد الكافي والنوعي والعددي فيما يخص هذا النوع من العمليات، وسوف يكون قادر على إنجاز المهمة. وقريب؟ متى ما حان الموعد أؤكد لك.